جزاكم الله بالخير. ترى الكنديشات وصلت يا جماعة، اللي يبي الله يحييه. أبى أعلمكم كيف الطريقة. طبعا خلنا نبدأ لكم بالشرح على واحدة واحدة. هذه علبة الماء، هذه تقلبه وتفتحه وتعبي مويه. سم أبوي عبه ماء. طبعا إذا عبيته اللي هي العلبة تسقطه كذا وتخلي الحرف هذا يدخل داخل الفتحة. تشوفون شلون؟ طبعا المكيف هذا الريش حقاته تروح يمين ويسار، تلفت يعني تغير الجو. وفيه 3 سرعات، هذا 3 و2 و1، 3 سرعات. وهذا اللي يوقف اللي هو تحرك الريش، هذا يوقفه الحين ثابت. طبعا هذا إذا ضغطته تحرك الريش، تروح يمين ويسار. وهذا تنزله وترفعه على مزاجك. وأشهد أن لا إله إلا الله. وهذا حق طرمبة الماء، إذا ضغطته الحين واقفة كذا شغالة، اللي هي طرمبة الماء تصب ماء. طبعا اللي هو هذا الباب الجانبي. خلنا نوريكم، في ناس ما شافوه وفي ناس يشوفوه. هذا شبك بحيث أنه يمنع الوسخ والغبار، بحيث أنك تقدر تمر. طبعا هذا هو، شوفوا شلون تصب العوامة كأنه مكيف صحراوي عادي. شوف ماشي. طبعا كرتون، الكرتون كلنا يعرفه، بالصحراوي كله. شوفون شلون، لكن برودته عجيبة صراحة. طبعا هذا يصلح للي عنده شد ولا يحطوا داخل الغمارة موتر ما ابو مكيف، او مثلا بالمطبخ اذا المطبخ مثلا ما في مكيف. يصلح للي بيتكي بالحوش يبي له مكيف يحرك الهواء. هذا 100%. هذا الحين بحط لكم تسعير. نسيت اذكر لكم شيء، المكيف هذا على 220 يشتغل وما يسحب الا 60 واط، يعني سحبه للكهرب ضعيف، اصغر محول يشغل.